اكبر تحدي بيواجهني دلوقتي في الامومه، مبقتش اعرف اصحى مثلا واحس ان انا مش متظبطه، وابقى اللي هو انا هرجع السرير وهقضي طول اليوم اقعد في السرير مش بعمل حاجه. ما بقاش في الاوبشن ده خالص، ما بقاش موجود. اللي هو كل يوم هصحى وهاخد بالي من ابني وفي حاجات تتعمل وفي حاجات ورايا، بس بصراحه برضو ان ده ما بقاش اوبشن. انا حاسه ان انا بقيت بنجز حاجات في حياتي اكتر بكتير. فانا بقعد افكر بقى، هل ان انا ابقى مش مودي مش كويس وارجع السرير ده حاجه كنت انا بعملها ولا حاجه كانت بتحصل لي؟ انا حاولت امبارح اظبط قصتي تاني، حاسه ان هي ظبطت شويه. انا في العادي خدت بالي ان انا بصلي او بدعي ربنا، ايوه اجتهد في الدعاء لما اكون محتاجه حاجه، بس ما بعملش بقى الناحيه التانية اللي هو لما الحاجه تجيلي مش بجتهد في ان انا فعلا احمد ربنا واعبده بعد ما الحاجه تيجي. حابه ان انا اعليه شويه بصراحه عشان احس انه في تحدي ان انا اعمل حاجه مختلفه، عشان انا كنت حاطاه في طول اللي هو اي حد ممكن يجي يلعب عليه، بس ما كنتش انا حاسه ان انا عايزه العب عليه قوي. فغير الموضوع ده دلوقتي ممكن اخد ده واديك الناحيه التانية. وانا عملت صح ولا غلط؟ ما عنديش اي فكره. كده بقى الموضوع اصعب شويه، طلعته فوق وشديته. انا دايما بخاف قوي ان المكنه دي ما تكونش مقفوله كويس وتطير. ماشي هجرب بقى اروح هناك وامشي على الحبل. انا هدخل اخد شاور سخن كده في ساقع عشان انا مش عارفه افكر دلوقتي. ممكن اقول لكم على اسم براندات مصريه انا بحب قوي استخدم الحاجه بتاعتهم. انا عارفه ان انا مش بيوتي بلوجر، بس حاسه ان انا حابه اساعد قوي البراندات اللي انا جربتها وشايفه ان هي بتعمل حاجات كويسه ومضمونه، علشان لما بدات اجرب استعمل حاجات طبيعيه لجسمي ولشعري ما لقيتش حد اللي هو ممكن يجيب من الاخر او يجيب من المفيد او مش بيستعمل حاجات فيها كيمياء. فانا بحط على جسمي دلوقتي كريم معمول من زبده الشيا ولبن الماعز، ماركه اسمها زوجانون. ولسه حاطه على وشي الكريم ده من ماركه تانية اسمها بلاك لوتس. ده لسه بجربه واشوف لو عندي حساسيه منه ولا لا. بصراحه هو جوزي اللي جاب ده لنفسه عشان انا قعدت ازن عليه ان هو محتاج يرطب بشرته. كله محتاج على فكره ترطيب، ستات ورجاله كله. بشرتنا بقت ناشفه قوي والمناخ اللي احنا فيه ده صعب. تالت ماركه الازازه متبهدله شويه بس هي رو افريكا. بحب الشامبو بتاعهم. حاجه بحبها في شخصيتي هي اني شخص بيحب قوي ان هو يعترف بغلطاته، وبستمتع اكتر لما بدور على الدرس اللي ورا الغلطات اللي انا عملتها علشان اعلم نفسي حاجه جديده عن نفسي، عن العالم، عن الناس. انا مش عارفه ازاي الفيديو ده قلب كلام قوي كده. ما كنتش مخططه لاي حاجه الصراحه. انا بحاول الفتره دي ما اخططش قوي واسيب نفسي امشي ورا احساسي في اليوم بطريقه لحد ما عفويه، وحاسه انا مستريحه. عشان ما بحط خطه بحس ان انا ببقى متوتره قوي ان انا لازم امشي على الخطه دي، مش عارفه ليه، مع انه الخطط دي بتكون اصلا مش حاجه جد خالص، زي ان انا اقابل ناس صحابي او اروح اشتري حاجه. بس بحس انه ما دام قلتها لازم اعملها. مفيش حاجه هتحصل لو ما مشيتش على الخطه عامه. لما بكون مش نظيفه او انا عليا تراب، جسمي مش نظيف، شعري مش نظيف، بحس انه في حرفيا طبقه تراب على مخي، مش ببقى عارفه افكر. ولما بنضف بستحمى وبنضف بحس انه تمام، انا دلوقتي شايفه الموضوع بطريقه اوضح. سبحان الله انه الميه والنظافه مربوطه قوي بجهازنا العصبي. النظافه من الايمان. ما بحبش اما بقعد اعمل حركات كده. لما بحس ان انا زهقانه بحب اقعد احرك العفش في بيتي. مش ده عشان ما يتكسرش. بسم الله. هي 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 هنا شكله احلى، هنا شكله احلى. لا يعني بتحمس حماس مش طبيعي لما احس ان انا بظبط الاوضه بطريقه كده تخليها فيها كده اللي هو احساس مريح، احساس مريح كده ان الاوضه يبقى شكلها شرح كده ومفتوح ومنور ألف ألف مبروك.
مبروك to do all that you have to do for him in this. صحيت الصبح وقعدت ادعك في عيني والكحل فيها ولا كأني فيها كحل، قعدت ادعك كده كده كده. الفترة اللي فاتت ما كانش عندي شغل وكنت عمالة اقول يا رب بعتلي شغل، يا رب بعتلي شغل، انا عايزة اشتغل قوي، متحمسة قوي ان انا اشتغل. اسفة انا طلعت ورا الفريم. وبعدين اول لما الشغل جه بقيت اللي هو اوف بقى في ميتنج مع الشغل مش قادرة، اوف احنا ليه كده؟ بس بصراحة أنا عارفة أنا ليه مش قادرة، عشان أنا الفترة دي بجهد نفسي. أما بكون مبسوطة ومتحمسة بعمل حاجات كتير قوي أكتر من ما جسمي يقدر يتحمل إن هو يعمل، عشان مخي بيكون عنده أفكار كتير قوي، فببقى عايزة أعمل حاجات 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 ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ومخي بيبقى هو اللي سايق ومش ببقى واخدة بالي إنه على فكرة جسمي بينهار. زي مثلا إنه صوتي إن في كحة وصوتي عمال يروح مش راضي يرجع. النهاردة أول مرة هجرب إن أنا أروح أعمل ميتنج وأقعد أشتغل ونسيم بيلعب حواليا. عايزه اوريكم انا الحاجات اللي انا جبتها امبارح. دي الشابو اللي انا اشتريته امبارح عشان الاضاءه، بس دلوقتي بالنهار مش هيبان قوي، بس هنوريه لكم برده. انا حاطاه مؤقتا في لمبه كده بتتوصل بالكهرباء. الله شكله جميل قوي ورومانسي، انا مبسوطه بيه قوي يا جماعه الحمد لله. كان غالي موت بس حقيقي اسعدني بجد، خلى الجنب ده من الاوضه جميل قوي. امبارح رحت الميتنج بتاع الشغل ده ونسيت اصور اي حاجه هناك، الحمد لله عرفت اعمل شويه شغل ونسيم معايا ودي كانت حاجه جميله. وبعدين بعد الميتنج كنت حاسه ان انا مرهقه قوي وحاسه ان انا تحت ضغط كبير من الكلام اللي اتقال. وبعد كده صارحت المديره بتاعتي في الشغل وقلت لها انا حاسه ب1 2 3 واللي انا اقدر بجد انتجه هو 1 2 3 وهاخد الوقت ده عشان اخرج المنتج ده وهكذا. وبعدين اول مره في حياتي عبرت عن نفسي في بيئه شغل وقلت انا مش هقدر الشغل ده كتير قوي عليا، علشان بمنتهى الصراحه انا اولويتي ان انا اربي ابني، دي الاولويه بتاعتي، ان انا اقضي اكتر وقت ممكن مع ابني، هو الاولويه الاولانيه في حياتي وهو كل حاجه بركز عليها ومستعده اضحي باي حاجه في سبيله بمنتهى الصراحه، حتى لو هقعد اكل عيش وزيت. الحمد لله لما بعت الرساله دي ردت عليا قالت انا متفهمه تماما، طبعا ابنك يجي الاول، وكان ردها ايجابي قوي. وانا بعت لها على واتساب، بصراحه انا في كلام كتير قوي مش بقدر اقوله وش لوش، فبيبقى اسهل بالنسبه لي ان انا اتفاعل على الواتساب. ولاول مره في حياتي حاسه انه في مساحه امنه ان انا اعبر عن نفسي، وبالصدفه مش بالصدفه بصراحه، هو ده حصل في بيئه عشان انا بشتغل مع ستات وامهات. الشغل مع الستات اللي فاهمه نفسها وواثقه من نفسها، ولما كمان بيكون البيئه بتاعه العمل ما فيهاش رجاله متدخله في الموضوع، انا شايفه ان الموضوع بيمشي احسن بكتير. لحد دلوقتي انا لسه في الاول بس من البوادر حاسه براحه نفسيه عمري ما حسيت بيها قبل كده الحمد لله. ممكن الشغل ده يخيش تماما وممكن البس في الحيط وممكن ما انجحش وممكن الشغل ما يشتغلش، يعني عادي اللي ربنا هيقدره تمام. بس حابه اقول انه انا مبسوطه قوي انه لاول مره انا بشتغل مع شركه حابه تبتدي او ستارت اب كلها ستات، الحمد لله حاجه جميله. نعمه 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 الشغل مع الستات الحقيقيه، الست اللي هي مش بتحاول تتنافس مع الست التانية، مش عايزه تقلل من الست التانية، الستات اللي حابه تبني بعض وتساعد بعض بجد، مش علشان واحد فينا بس اللي يكسب او عشان واحد فينا بس اللي يبقى احسن من التاني، لا الستات اللي بجد نيتها صافيه تجاه الست التانية وحابين فعلا يساعدوا بعض، حاجه تحفه الحمد لله. انا هخلص الفيديو هنا، شكرا ان انتوا سمعتوني وكل الكلام اللي كان جوه دماغي، شكرا ان انتوا موجودين هنا، وهشوفكم الفيديو الجاي، سلام.